هو الاهلي بيسأل نادي الزمالك جاب فلوس منين وخلص قضايا ايقاف القيد ازاي؟ تخيل معايا كده الخطيب ما كانش معاه رجال اعمال ومسلسل اهدار المال العام وملايين الدولارات اللي بتترمي على الارض، كان حال الاهلي هيبقى ايه؟ الاهلي طلع جراديشيار اعاره لسيراميكا كليوباترا ببلاش، واللاعب كلف خزينه النادي الاهلي $1,800,000 ويقول لك الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ ده غير اشرف داري اللي كلف خزينه الاهلي $5 مليون وطلع على الدوري السويدي ببلاش، وبرضه الاهلي اتحمل راتب اللاعب ويقول لك الزمالك جاب فلوسه منين؟ وما ننساش رضا سليم اللي كلف خزينه النادي الاهلي $2.5 مليون وطلع على الجيش الملكي والاهلي اتحمل 75% من راتب اللاعب ويقول لك الزمالك جاب فلوسه منين؟ وطبعا ما ننساش كاموش وموديست ويوسف ايمن يقول لك الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ ده غير ال 14 لاعب اللي طلعوا اعراض في الدوري المصري ويقول لك الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ غير عقود اللاعيبه اللي متسجله في الاتحاد مش بنفس قيمتها او بنفس تعاقد اللاعب مع النادي ويقول لك الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ كل ده وما شفناش اعلامي ذكر بيطلع يسال ويقول لك الاهلي جاب فلوسه منين؟ هو ما حدش بيحاسب الاهلي على الفلوس دي ليه؟